السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل بيتزا المحلات بكل أسرارها أو بيتزا المطاعم بكل أسرارها. هنعملها بطريقة سهلة جدا ومن غير مكونات كتير، ودي بقى الطريقة الأصلية بتاعة البيتزا. يعني هي دي البيتزا الإيطالي اللي احنا بنشتريها غالية من بره، هنعملها في البيت بكل سهولة وهتطلع كده طرية معانا وهشة. لو انت اول مرة تعمليها هتبقى ناجحة معاكي مليون في المية. العجينة دي بالطريقة اللي انا هقولك عليها، بس امشي على الخطوات مظبوطة جدا، هتطلع معاكي ناجحة مليون في المية. وتحدي واتحداكي لو انت اول مرة تعمليها وما تنجحش معاكي. هنعمل بقى البيتزا النهاردة بثلاث حشوات مختلفة، واقولك ازاي ان انت تحشي الاطراف بتاعتها بكل سهولة وتطلع معاكي كده غرقانة جبنة من جوه ومطاطية، وكلها كده من غير ما تستخدمي جبنة كتير، وهتبقى معاكي هايلة. حتى لو انتي بتستخدمي اقل نوع من انواع الجبنة هقولك ازاي تسويها وازاي تطلع معاكي مطاطية كده. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، وان شاء الله وصفتي تعجبك. تعالوا نبدأ كده بسم الله واقولك المكونات اللي انا هشتغل بيها. جبت معايا كوبايتين دقيق، هنزل بيهم كده على الرخامة بالشكل دوت. لو حابة تشتغلي في بولة اشتغلي، بس انا على الرخامة عشان اخد راحتي في العجن شوية، لان العجينة دي لازم تتعجن كويس جدا. وهوريكي دلوقتي ازاي. هعمل حفرة كده في النص، وهنزل كمان برشة ملح، وكمان معلقة خميرة حوالي 10 جرام، وكمان معلقة سكر قد الخميرة بالظبط، وهنزل بيهم كده في النص. وكمان هحط معلقة زعتر ناشف، والخطوة دي اختيارية، لو حابة تستغني عنها استغني، بس انا حطيتها النهاردة علشان خاطر هي بتدي ريحة حلوة جدا للعجينة. وهبدأ اجيب مية فترة او سخنة يدوب ايدي بس تستحملها، وهنزل كده في النص في الحفرة دي، وهدوب بس الخميرة الاول بالشكل دوت، وهنزل كده بالمية واحدة واحدة لحد ما ابدأ ان انا الم العجينة معايا على حسب ما احتاج للدقيق اللي انا بستخدمه. ممكن الدقيق يستخدم معايا ميه كتير او اقل على حسب نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه. هعجنها كده بالشكل دوت لحد ما العجينه تلم معايا. هي هتلزق معايا في الاول، وده المطلوب على فكره. لازم اعجنها بقى كويس جدا. هفضل اعجن فيها يعني مدة لا تقل عن 10 دقايق بالشكل دوت لحد ما تلم معايا وتبدأ ان هي ما تلزقش في ايدي بالشكل ده، والعجينة تسيب من ايدي تماما. هي كده لسه ما خلصتش. هفتح العجينة بالشكل ده، وهحط فيها معلقة زبدة او معلقة زيت زيتون، لو حابة بلاش زيت عادي، زيت الزيتون بيفرق معاها جدا، او الزبدة. وهبدأ ان انا اعجن كده تاني، وافضل اعجنها كويس جدا على الرخامة لحد ما الزبدة دي تختفي منها تماما بالشكل ده. هي هتلزق شوية وهتلاقيها بتلزق كمان في الرخامة وايدك، بس بعد كده هتسيب. بصوا، ولازم كده اعمل الخطوة دي ان انا اضربها كده على الرخامة واشدها علشان تبقى معايا من جوه هشة وطرية بالشكل ده. يعني قلتها زي ما بيقولوا في الارياف. بصوا العجينة طرية جدا ناعمة لحد ما توصل للقوام ده، ما فيهاش اي تشققات. هي كده جاهزه معايا. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بصوا مطاطيه ازاي، تحفه. العجينه دي ناجحه مليون في الميه. هجيب بوله وهدهنها كده بالزيت، زيت عادي او زيت زيتون زي ما تحبوا. هنزل بيها كده بالعجينه واغلفها بيها، مش هعجنها، هبدا يعني هلمها كده بس بسيط، وبعدين احطها، وبعدين اغطيها بالاسترتش واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر معايا. بالنسبة بقى للحشوة اللي انا هشتغل بيها، جبت فلفل قطعته وطماطم كمان قطعتها، شلت البذر منها وصفيتها كويس جدا، ومعايا بسطرمة ومعايا صدق ومعايا كمان فراخ. الفراخ شوحتها، لكن البسطرمة والصدق هحطهم نيين كده زي ما هما. والمطاعم بتستخدمها كده. لو حابة تحطي اي حشوات تانية على حسب المتوفر عندك. هنا بقى تعالى اقولك صلصة البيتزا ازاي بتتعمل عشان تطلع معاكي البيتزا طعمها حلو جدا وكمان ريحتها هايلة. عدد 2 طماطم، فصين توم، بصلاية، فلفل حامي او فلفل كوبي، كل دولت هحطهم على النار من غير ميه خالص، واوطي عليهم النار ينزلوا السوائل اللي فيهم، وبعدين اطلعهم اشيل القشره من الطماطم، وبعدين اضربها في الكبه. هنزل عليها بزعتر وملح وفلفل اسمر وبس كده. دي العجينه بعد ما اتنفخت معايا وبقت جاهزه خلاص كده. بصوا العجينه هشه جدا من جوه، في فقاعات مش قادره اقول لكم ازاي وانا بعجنها كمان. بتطلع كده بتعمل صوت في ايدي. بصوا
انا بنتي الصغيره حبيت ان هي تشوفها، كانت مفكراها سلايم، بس العجينه بجد هايله هايله، ممتازه ممتازه بطريقه مش معقوله. بصوا ناعمه ازاي، بصوا مطاطيه. دي العجينه ناجحه مليون في الميه، جربوها بالخطوات دي، ما فيهاش اي اضافات كتير، ما فيهاش اي حاجه، هو بس يا دوب دقيق وميه، قطعه زبده وبس كده وخلاص. المهم ان انا هبدأ بقى ان انا اكورها كده على قد حجم الصينية اللي انا هعمل فيها، وانزل بيها على الرخامة بحبة دقيق صغيرين علشان ما اغيرش من قوام العجينة. مش هستخدم هنا دقيق كتير، هبدأ بس ان انا افردها كده. بصوا شايفين يا جماعة في فقاعات من الجناب كده، بالونات كده صغيرة من العجينة ازاي، هي كانت بتعمل صوت وانا يعني بفردها. هجيب بقى كده النشابة بتاعتي او العصاية بتاعت فرد العجين، او لو حابة كمان تفرديها بايدك هتفرد كويس جدا. وكمان بصوا الزعتر شكله حلو جدا، هبدأ ان انا افردها كده بالسمك ده، ولا ارفعها عن كده ولا اطخنها علشان هي لسه هتنفخ شوية كمان في الفرن. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها وهدهنها كويس جدا بحبة زيت كده، بس مش كتير عشان ما تنشفش العجينة معايا من تحت. وانا عملت هنا في صينية عادية جدا، مش لازم يعني صواني مخصوص للبيتزا. هقولك دلوقتي البيتزا هعملها بثلاث طرق، هعملك كمان الاطراف محشية، وهعمل بيتزا عادية جدا. وشوفي انتي وراحتك تقدري تعملي بالحاجة اللي انتي عايزاها او اللي انتي حباها، بس انا هديك افكار وانتي ايه تقدري تستخدمي اللي انتي عايزاه. هبدأ اعمل سور كده للبيتزا بالشكل دوت علشان خاطر الحشوة ما تطلعش مني بره، وبلاش اعلي السور قوي علشان خاطر ما يتحرقش مني لما احطها تحت الشواية. وهبدأ ان انا اخرم كده بالشوكة بالشكل ده علشان خاطر العجينة ما تطلعش معايا وتتنفخ من النص في الفرن. هنزل بقى بمعلقة او معلقتين صلصة، انا حطيت هنا معلقتين علشان خاطر الصينية دي حجم كبير، دي اكبر صينية عندي. بلاش نكتر الصلصة علشان خاطر ما تبوش معايا، هي كده كده ما فيهاش مية، بس هو الامور الوسط دي خيرها. فانا دلوقتي هنزل اول بيتزاية معايا هعملها بالفراخ بعد ما شوحتها في بصلاية صغيرة، وبعدين حطيت عليها البهارات بس مش هحط عليها اي اضافات تانية. بعد ما استوت كويس جدا معايا هنزل كده على البيتزاية بتاعتي، وبعدين هحط طماطم وفلفل، والطماطم ضروري لازم تكون متصفية كويس جدا، والفلفل هحط على حسب الحاجة، عايزة تعملي نصها جزء منها او كلها ده براحتك على حسب اللي انتي هتعمليه والمتوفر عندك. هنزل كده بحبة جبنة على الوش علشان خاطر تمسك الحشوة معايا، ومش دي مش دي الجبنة اللي انا هحطها واسويها بيها، وهسيبها على جنب لحد ما اجهز باقي الحشوتين التانيين اللي معايا. هبدأ كده ان انا اقطع كده، وانا بقى في نص ما انا بعمل البيتزا هسخن الفرن على درجة حرارة 180 او 190 على الرف اللي تحت مش الارضية، اول رف احط فيه الشبكة من تحت، واسيب الفرن يسخن كويس جدا علشان هي لازم تدخل على درجة حرارة عالية، ومش هتقعد معاكي 10 دقايق في الفرن. دلوقتي هقولك التسوية المظبوطة هتسويها ازاي. هعمل كده البيتزا التانية، هبدأ ان انا برضو افردها بنفس الشكل دوت واحطها في صينية بعد ما دهنتها، وهبدأ ان انا اطلع الحروف بره كده شوية. احنا قلنا سمك العجينة هيكون متوسط، ولا تخينة ولا رفيعة، علشان ما تنشفش مني وعلشان كمان ما تبقاش كلها عجين واي حد ياكلها يتضايق. هاخد بقى الجبنة الموتزاريلا واحط كده من على الاطراف، املى الاطراف كلها بالشكل ده. حطي كمية زيادة علشان خاطر لما تطلع تبقى باينة وتبقى مطاطية معاكي اهو. هبدأ بان انا اخد الاطراف وبعدين اقفلها كده على الجبنة، واخد كده الحشوة ادخلها جوه، اعملها كده بالشكل ده. سهلة جدا مفيهاش اي حاجة لحد ما اخلص كل الاطراف معايا. المهم ان انا اقفلها كويس جدا علشان خاطر لما تستوى العجينة ما تفتحش معايا من الاطراف. خلاص كده بعد ما حشيت الاطراف هنزل بقى بالحشوة بتاعتي اللي هي البسطرمة، وانا هحطها نية، وهنزل كمان بالطماطم، وهحط فلفل على حسب الحاجة، وبعدين هحط كمان الجبنة الموتزاريلا حبة صغيرين خالص علشان تمسك لي بس الحشو مش اكتر. لسه هحط جبنة تاني هقول لكم كده. وبعدين هاخد الصلصة وادهن كده الجزء اللي هو باين الابيض ده علشان ما يتحرقش مني في الفرن في التسوية. وكده بقت جاهزة معايا ان هي تدخل الفرن.
وطبعا احنا مسخنين الفرن، وهندخل بقى كل البيتزات اللي احنا عملناها سوا. هعمل تالت حشوة معايا، ودي فكرة تانية خالص. هاخد العجينة بتاعتي برضو وهفردها كده بالشكل دوت، هتتفرد معايا بكل سهولة. العجينة كل ما بتقعد، بصوا يا جماعة من الجناب، بصوا الفقاعات اللي باينة، انا نفسي ابينها لكم بس الكاميرا مكانتش مبيناها كويس. بصوا حلوة قوي بجد، جربوها والله بجد هي ناجحة 100%. هنزل بقى بالصينية برضو، هطلع الاطراف بره كده بالشكل ده. ودي حشوة تانية خالص بفكرة تانية، تقدري تحشي الحشوة اللي انت عايزاها بكل سهولة. هجيب الصدوق اللي انا قطعته وهبدأ ان انا ارصه كده على الحروف بالشكل ده لحد ما اخلص الصينية. وياريت نخلي حجم الصدوق بالحجم الصغير ده علشان خاطر ما يفتحش معايا العجينة من فوق. خلصت كده، هجيب بقى الجبنة الموتزاريلا وهبدأ برضو ان انا انزل عليها كده بالصدوق في الجناب لحد ما اخلص حرف الصينية كله. وهاخد العجينة بقى اللي طالعة بره دي واطبقها كده على الحشوة بالشكل ده. وكده بقت معايا اطراف محشية بالصدق والجبنة الموتزاريلا. ودي فكرة لو حابة تعمليها، عايزة تحشي بأي حشوة تانية زي ما قلتلك تقدري تعملي حاجات كتيرة جدا. عملناها بجبنة بس، وعملنا الأولانية بفراخ، ودي اهي بالصدق. هحط بقى باقي الصدق كده من جوه. طبعا انت هتخرميها بالشوكة، وكمان هتحطي صلصة في الأرضية. لو مش حابة تحطي صلصة ما تحطيش، بس انا لازم احط من بره علشان خاطر ان هي تحمر معايا ويبقى شكلها طالع زي المحلات اللي احنا بنشوفها من بره. انا الحشوة اللي استخدمتها هنا صدق وبسطرمة، ودي بجد من احلى انواع البيتزا اللي ممكن تاكلوها في حياتكم، بجد بتبقى طعمها رهيب. خلصت الحشوة هنا، وهنزل كمان بالطماطم والفلفل على حسب الحاجة، كله زي بعض. وكمان حبة جبنة موتزاريلا علشان امسك الحشوة بتاعتي. انا هنا عملت الفلفل عملتها نص بس، نص فلفل ونص من غير فلفل. هاخد بقى الصلصة وادهن كده الاطراف علشان خاطر ما تحرقش زي ما قلنا. تحفة، هتبقي استاذة فيها ومش هتاكليها من بره تاني. البيتزا دي في البيت سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش مكونات كتير، وبجد طعمها رهيب وريحتها رهيبة. هنزل كده بحبة بقى الجبنة زي ما قلتلك، وهدخلها بقى الفرن. هاخد بقى التلات البيتزات مع بعض في الأرضية، وبعد ما يستووا هبص عليها من تحت الاقيها بس لونها احمر وخلاص ما بقتش فيها عجين، العجين استوى كويس جدا. هاخد بقى الجبنه الموتزاريلا وابدا ان انا اوزعها كده على الوش. المهم الجبنه الموتزاريلا ما تبقاش ساقعه من الفريزر، لازم تكون طريه شويه علشان تبقى مطاطيه معاكي، وده سر من اسرار الجبنه. وهبدا انزلها كده تحت الشوايه. ودي اول بيتزايه معايا، شايفين الجمال؟ طريه وهشه بطريقه مش معقوله، ناجحه 100%. هنقطعها اهو سوا واقولك هي طريقة ازاي. بصوا، بصوا العجينة يا جماعة، بصوا يا جماعة بعد التسوية طرية جدا، واخدة تسوية مظبوطة، مش محروقة ولا ناشفة من تحت، بجد حلوة جدا. هي سخنة على ايدي، انا ما كنتش عارفة اقطعها ولا عارفة امسكها، بس انا حابة اوريكي قد ايه هي جميلة بجد. عجينة ناجحة 100%. بصوا بقى هنا دي اللي كانت محشية جبنة بس من جوه. بصوا الولاد هياكلوها لاخر حتة، مش هيرموا خالص الاطراف، هياكلوها لاخر حتة معاكي. دي كانت اول بيتزاية اللي هي بالبسطرمة محشية من الاطراف جبنة. هنشوف بقى البيتزاية التانية اللي هي صدق وبسطرمة بعد ما استوت، برضو نتأكد ان هي استوت من تحت واخدت لون كويس، مش لون غامق، لون كويس يعني، يا دوب ان هي تستوى بس ما نحرقهاش ولا ننشفها علشان ما تنشفش معانا من تحت. وهبدأ ان انا اوزع بقى باقي الجبنة الموتزاريلا عليها كده، واخد كده الجبنة اطلعها لبره شوية علشان تدينا نفس شكل البيتزا بتاعت المحلات او المطاعم بالظبط. نزلتها تحت الشواية واخدتها كده
رهيبة رهيبة يا جماعة، بجد رهيبة، تحفة. بصوا عالية ازاي. هوريكوا دلوقتي بعد ما اقطعها الحشوة من جوه تبقى عاملة ازاي. بصوا طرية برضو، عشان بس المصداقية ان انا بوريكي ان هي كلها واخدة تسوية واحدة وكلها طرية. شايفين؟ تعالوا بقى نقسمها من جوه. بصوا الحشوة، والصدق، شايفين؟ بجد حلوة جدا، جربوها هتعجبكم. وانا بقولك لازم تدخليهم، يعني ما تدخليش واحدة واحدة وتطلعيها، علشان خاطر عبال ما تيجوا تاكلوا ما تبردش، تبقى هي كله سخن زي بعضه، وكله ياخد تسوية واحدة. دي اجمل بيتزا بجد ممكن تعمليها، واسهل بيتزا. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. ما تنسانيش بقى في اللايك وفي الاشتراك، وتقولي لي رايك في الكومنتات. جربيها بقى، ومستنيه ان انتي تقولي لي انتي عملتيها ازاي. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.